الحمد لله يا احمد، يمكن احنا كان شغلنا الشغل ان احنا نقعد في الدوري ونعرف اهم حاجه هنا في بورسعيد للناس الكوره، وده كان اهم حاجه بنسعى لها. الحمد لله يمكن ربنا كرمنا، واحنا كمان ممكن يعني نفنش خامس او سادس كمان ان شاء الله. دي تبقى حاجه كويسه في ظل الظروف اللي النادي المصري فيها. طبعا الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا لكل الناس في بورسعيد، وبالنسبه لنا ماتش مهم جدا كمان عشان نكمل حاجة احنا عملناها كويس الفترة اللي فاتت ونستعد للماتش كويس. الناس كلها جاهزة الحمد لله، من أصغر لعيب لأكبر لعيب، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ونقدر نكسب ونفرح الناس هنا في بورسعيد ان شاء الله. في البدايه طبعا احنا في الموقف اللي احنا فيه دوت احمد الحمد لله خرجنا منه، بس خلينا واقعيين برضو، ده مش موقع النادي المصري في الجدول خالص. بس احنا السنه دي يعني اتحطينا في ظروف صعبه والله العظيم، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نطلع منها. وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحاول نعمل مركز. يعني احنا اتفقنا كده اللعيبه مع الجهاز ان احنا ممكن نوصل لمركز خامس او سادس، وان شاء الله الموسم الجاي هيبقى فيه تفكير تاني واستراتيجيه تانيه في النادي ان احنا ممكن ننافس على اول 4 مراكز في الدوري، نلعب افريقيا، وده الطموح الطبيعي للنادي المصري وجماهير بورسعيد ان شاء الله. اكيد مباراه النادي الاهلي، يعني اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتبقى بالنسبه لهم يوم المباراه ده بيبقى يوم يعني في احتفاليه، والناس بتبقى مبسوطه، والناس بتبقى عايزه تلعب ماتش النادي الاهلي او ماتش الزمالك، فده هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا. خصوصا كمان زي انت بتقول يعني ممكن نحسن ترتيبنا، بس هي يعني دي مش مرتبطه بمباراه الاهلي النادي الاهلي بالذات يعني، لكن مرتبطه ممكن كمان مباراه الرجاء. احنا محتاجين ان احنا لو احنا ربنا كرمنا وقدرنا نكسب هنحسن الترتيب، ودي حاجه برضه هتبقى حاجه كويسه جدا لينا، وهتبقى ختام برضه هايل جدا يعني. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل ماتش كويس قدام النادي الاهلي، ونعمل نتيجه يعني ايجابيه، ونكمل اللي هو حصل دوت، ودي تبقى حاجه هتبقى يعني محسوبه للولاد بشكل كبير يعني ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه لماتش الاهلي احنا طبعا دي بطوله خاصه طبعا معروفه عن النادي المصري، فان شاء الله يكون اللعيبه على قد المسؤوليه ورجاله ان شاء الله. يعني بعد ما الماتش اللي فات طبعا الحمد لله ارتحنا كتير، فالحمد لله نلعب من غير ضغوط. الماتش بطوله فعلا لينا احنا، فان شاء الله نبقى رجاله وعلى قد المسؤوليه باذن الله. اشكر جمهور بورسعيد اللي استحملنا الفتره اللي فاتت دي كلها، والحمد لله بنحمد ربنا طبعا على البقاء. هو الحمد لله مش بقاء، احنا بقينا مركز ثامن وقدامنا لسه ماتشين، لو كسبناهم ان شاء الله نبقى مركز سادس، نبقى ندخل النادي المصري في وضعيه كويسه وسط الانديه بتاعت الدوري ان شاء الله. اما مباراه النادي الاهلي ان شاء الله بقى هنلعبها بروح كويسه باذن الله ان شاء الله. احنا سعينا الاول والاخير ان احنا ناخد 3 بونت باذن الله، دوت اللي بيفكر فيه احنا واللعيبه واللي الكابتن بيفكر فيه، فان شاء الله ده هدفنا ان شاء الله. يعني من النهارده بقى خلاص هنفكر، احنا بكره عندنا معسكر ان شاء الله في شرم الشيخ، وان شاء الله نستعد لمباراه النادي الاهلي هناك ان شاء الله. الكابتن مجهزنا كويس يعني احنا واللعيبه ان شاء الله، عشان نقدر ناخد 3 بونت ونفرج جمهور بورسعيد ان شاء الله. ان شاء الله ماتش الاهلي يبقى نقدم ماتش كويس يليق باسم الكره المصريه وباسم النادي المصري والنادي الاهلي ان شاء الله، والكسبان نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك، وان شاء الله تطلع مباراه ليه بالكره المصريه ان شاء الله. احنا كلاعيبه طبعا احنا مستعدين لعب باكمل وجه، والحمد لله احنا يعني طالعين من مكسب، فالحمد لله يعني معنويات اللعيبه في افضل حال، واحنا ان شاء الله يعني مباراه طبعا احنا بنستعد لها زي اي مباراه ب3 بونت، وان شاء الله احنا رايحين عشان نكسب طبعا، يعني نحسن موقفنا كمان في الجدول، ونحاول نسعد جماهير بورسعيد ان شاء الله. الحمد لله طبعا على البقاء. الاول بنبارك لجمهور بورسعيد واللعيبه والاداره وكل الناس اللي بتحب المصري. طبعا ماتش صعب، ماتش النادي الاهلي، بنتمنى طبعا الماتش يطلع بروح رياضيه، هو راح او جه هو ماتش ب3 بونت، مش واحنا بينا وبين بعض احنا اصحاب، احنا ولعبت اغلب لعيبه النادي الاهلي. نتمنى الماتش احنا مركزين فيه طبعا، ماتش عارفين ماتش بطولة لبورسعيد والنادي المصري، مركزين فيه طبعا ان شاء الله، ونتمنى ان احنا 3 بونت ان شاء الله، وتكون دفعة لينا ان احنا نفنش الدوري بشكل كويس ان شاء الله باذن الله.
لي أكون معاكم في جولة إخبارية رياضية نتابع فيها أهم وأحدث ما ورد اليوم في الصحف الرياضية العربية الإفريقية المحلية وأكيد العالمية. علشان تتعرف على أخبار الرياضة المحلية والعالمية أول بأول، اشترك في خدمة رسائل النهار رياضة. للاشتراك في خدمة أخبار النهار رياضة لشبكة اتصالات ابعت رسالة فيها 248 على 136. لشبكة فودافون 938 على 9999. لشبكة موبينيل ابعت 248 على 8104. للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لاين. الاتصال على الأرقام التالية: هي وهي النمر وصغيرة على الحب، جمال وشقاوة. من هنا لمبابة ومن امبابة لشيخ العرب، ولو ما عجبكش شيخ العرب اوديك على اسكندرية. ايه اسكندرية وطنطا؟ ايه انت فاضية للمشاوير دي؟ دلع وخفة. انت سحرتلي ولا ايه؟ مش قادرة اوصف لك، انت وحشتني. انتوا مين؟ انتوا مين؟ وعشان الدنيا جاية عليا او ما ناجي على اللي زيي. ما تحترم نفسك يا كانت الرجولة شنب، اربيكوا شنبي من بكرة. برافو. مشكلني حبك يا روح، دواهي وسهوكة. دواهي وسهوكة لا لا لا، دي نسوان مربكة لا لا لا. اكيد طبعا اللمه دي اكيد طبعا بتفرق معانا لما الشخصيات الرياضيه كلها بتتلم مع بعض. طبعا دي بتبقى حاجه بتبين ان مفيش تعصب، لعيبه الانديه كلها موجوده، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه الاسماعيلي، كل لعيبه انديه مصر كلها موجوده. يعني دي حاجه انا شايفها انها حاجه كويسه للجماهير، ان ما يبقاش فيش تعصب يعني. فاتمنى انها تبقى دائما، يعني مش في رمضان بس، اتمنى ان كل فتره كده يحصل تجمع ده عشان نبين الناس كلها ان احنا كلنا ايد واحده. سواء طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير. طبعا انا مبسوط جدا باليوم ده، شفت ناس كتير بقالي كتير ما شفتهاش واتجمعنا كلنا وفطرنا مع بعض، ويا رب دايما كده وكل سنه ان شاء الله تتم تاني. طبعا الحمد لله، يعني دعوه كويسه من كابتن مجدي عبد الغني، لم مجموعه كبيره من اللعيبه ومجموعه كبيره من اللعيبه القدامى، وكابتن سمير زاهر وجمال علام وكل الناس الحقيقه موجوده، واللعيبه القدامى، وشايف حازم امام واحمد الشناوي ومجموعه برضو من اللعيبه الحقيقه الحاليين، وجو يعني يدل على الجو الحب والالفه اللي عايشه الوسط الرياضي يعني. بنشكر جمعيه اللاعبين المحترفين برئاسه الكابتن مجدي عبد الغني على الدعوه الكريمه ديت. نتمنى طبعا ان هي تكون لقاء مثمر وتجمع لاسره الرياضه بخير، والحمد لله. كل سنه وحضرتك كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله كل الازمات اللي موجوده فيها في مصر هتعدي على خير. واتمنى فعلا برضو الفتره اللي جايه من الاعلام المصري او الاعلام الرياضي بالذات ان يحس بالظروف اللي احنا عايشين فيها في مصر، وتبقى النغمه لصالح مصر
مش لصالح مصالح شخصيه، سواء قنوات او سواء محللين او سواء رياضيين او سواء اي حاجه، لان الكلمه اللي بتطلع من الاعلام المصري هي اللي بتتوجه للشخص، سواء مشاهد سواء لاعب سواء جمهور سواء اي حاجه موجوده. احنا نتمنى ان الكلمه تكون كويسه. احنا بنحاول نجمع الرياضيين في يوم من ايام شهر رمضان المبارك، والحمد لله بقى لنا يمكن دي تاني او ثالث سنه بنعملها، والحمد لله ناجحين فيها، وكل زي ما انت شايف كده معظم الرموز الرياضه في مصر موجوده. كنا بس نتمنى ان المهندس خالد عبد العزيز يجي، ما يعني لان في الحقيقه احنا وجهنا له الدعوه وعارفين الظرف، ولذلك احنا يعني زي ما انا قلت في الكلمه بتاعتي ان احنا صممنا ان احنا نعمل الافطار عشان نقول لا للارهاب ولا لان مصر تركع ولا بد ان الحياه تستمر بصورتها الطبيعيه. بنشكر الكابتن مجدي عبد الغني على ان هو كل سنه يعني العاده دي بيعملها وبيجمع الناس. في ناس من الموسم للموسم ما بنشوفهمش، بتبقى فرصه كويسه ان احنا بنلتقي بيهم. اتمنى له التوفيق في الجمعيه وربنا يوفقه ان شاء الله. انا الحقيقه بحيي مجدي عبد الغني القعده اللي عاملها الكبيره دي، والحقيقه انجاز كبير جدا انه يجمع هذا الجمع الكبير قوي من الرياضيين والناس الحقيقه في محفل النهارده. انا سعيد جدا، انا مش بشوف ناس ما شفتهاش بقالي فتره طويله جدا يعني. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ومصر بخير، وكل الرياضيين مصر بخير يا رب العالمين، وبلدنا يا رب بشيء طيب. يمكن النهارده الحقيقه يمكن جمعيه اللاعبين المحترفه الحقيقه حاطه النهارده يمكن الرياضيين وضد الارهاب، واعتقد ده حاجه طيبه جدا بالنسبه لبلدنا في ظل الظروف ده. محتاجه تكاتف، بلدنا محتاجه تتبني، محتاجه تحديات كتيره جدا، محتاجه شغل كتير، محتاجه الناس تشتغل وتتحرك وتبذل مجهود، ويبقى في حاله حب وحاله احترام ما بين افراد الشعب وبعضها. واعتقد دي حاجه احنا محتاجينها الفتره الجايه بشكل قوي جدا. احنا سعداء بوجودكم وسعداء بتشريف كل الناس اللي موجوده لينا. عايزين نعملها عاده ان شاء الله، نتجمع كلنا ونتجمع على خير دايما، ونقول للرياضيين مفيش اي حاجه بتفرق بينهم، وده هدف من اهداف الجمعيه، نبذ التعصب وعدم عنصريه والبعد عن الفرقه. ده هدف